شوفوا اليوم، خلينا نيجي لبعض ما يحصل اليوم من الأشياء الفكاهية المضحكة. إشي عجيب، إشي عجيب أمام الأمم، قديش إحنا معناته سخفة عالم المسلمين. قال لاحظوا، بدهم يطوروا البلد. كيف؟ لاحظوا الآن، بدهم ينهضوا بالبلد، بدهم يفتحوا سينمات. يلا خرب بيتكم. ما في رام الله احنا واحنا صغار السينمات كانت موجودة وكنا نروح على السينمات. هالكيت مش موجودة لأنه البيت فيه تلفزيون وفي عندك اليوم، وطول النهار الناس ماسكين واي فيلم بده اياه بيطلعوا. يا اخي هالكيت فتنت للسينما انت، يخرب بيتك شو مضحك، يا خرب بيتك شو مضحك، وضحكت الامم علينا. هالكيت فتنت وهذا هو التطوير. طب ما هالكيت انتوا بتشوفوا سينما في البلد اليوم؟ وين السينما؟ ما روحت. تصور بعد ما روحت اجا هو بعد ما روحت اجا قال ايش بده يطور حتى تعرفوا شو هالبشر هاي. يلا يخرب بيتكم تفهموش انتوا، يخرب بيتكم تفهموش. قاعده بتقول بيح السينما. قال لك هاي بدنا نجيب المغنيات والمغنيين ونجيب يغنوا ويرقصوا. يلا يخرب بيتكم انتوا فضائياتكم اللي طول عمرها بترقص ومدخلينها على البيوت. ليش هم الناس جديد عليهم الرقص؟ ليش الناس في اي بلد كان اللي عندها فضائيات وتلفزيونات جديد عليها الرقص والرقصات؟ طب ما هو الفضائيات اللي بتبث، فضائيات الوليد وفضائيات فلان وفلان، من زمان بيعرفوا الناس الرقصات. يخرب بيتكم اعجزكم. يعني بتجيبوا بتقولوا احنا انفتحنا وهي بنصلح. ما انتوا اللي موزعين على الناس الفساد اصلا من اصله. الناس قال خشوا، قال انه هذه البلد الان هذول بدهم يروحوا ضد الدين. ليش هم الناس؟ طب هم الناس كانوا اصلا في بلد زي اهل الجزيره العربيه ما طول عمرهم بيروحوا على بريطانيا وعلى لندن وعلى كذا، وهم اصلا اللي بيلفوا العالم كله، وعندهم من وسائل الترفيه والافلام وكذا كثير. ايش يعني قال فتحوا لهم سينما؟ يخرب بيتكم فتحتوا سينما وايش كمان؟ وجابوا قال كم رقاص وجايبين لي يخرب بيتهم شو ثقافه، يخرب بيتهم شو ثقافه. أثريت مكر الله سبحانه وتعالى لما بظهرهم بهذه الطريقة. إيش البشر هاي؟ بدل ما يقول الآن بدنا نعطي الشعب حقوق، بدنا نرتقي في اقتصاد البلد، بقولوا طبعا طيب. طب ما هو أهم شيء فهموا للشعب. بدك تطور أنت، كيف ممكن أنت تطور النظم الإدارية والحكم وين حق الشعب في الموضوع؟ أنتوا عائلة وتحكموا، كنتوا عائلة وتحكموا، هاي دمرت العائلة. طيب الآن طور أشوف بدنا نشوف الناس اللي بتحكم الآن وين الآن التطور الحقيقي. تصوروا قال كل يوم الثاني بيطلعوا لنا في موضوع، قال ويقال انهم زاروا اسرائيل وكذا. هم زاروا اسرائيل من اليوم؟ طب ما بجيب لكم عن جدهم شو كان يعمل مع اسرائيل هو وغيره. اليوم هو من اليوم هو. ايش هالكلام ايش هالكلام هذا؟ لازم يفهموا الناس. اذا مين هذول؟ يفهموا مين هذول. وهي الله سبحانه وتعالى بيفضحهم. هاي هم بمنوا الأمة. شوفوا شو طوروا. قال المرأة صارت تسوق السيارة الله أكبر. المرأة صارت تسوق، وهي هم بيجوا برقصوا، في سينما فتحت هذول اجوا في اخر الزمن اللي يخرب بيتهم. مش عارفين شو التطور، بيعرفوا شو معنات التمدن، بيعرفوا شو معنات التحضر، ولا بيعرفوا بس بدهم يضلهم متسلطين على رقاب الناس ويلهوهم. هذا اللي كنا نسميه زمان البز الكذاب، اللي كانوا يحطوه في تم الطفل الصغير يظن انه هو ايش ثدي امه، يحطوه مشان يلتهي فيه. بس هذا الكلام على فكرة ما بيزيد الناس الا قناعة انه هذول فاسدين. الناس اليوم واعية على فكرة، وشعب الجزيرة العربية في غالبيته العظمى، انتبهوا، شعب الجزيرة العربية في غالبيته العظمى فهمان وبيعرف ومخلص. كن قالوا لي طب بنسمع احنا كثير. لا، هذا بسموه ذباب الكتروني او كذا. هذه الاموال بس، هذه الاموال. ما هو اصلا ساقطين في كل الامم. ما هو كانوا في ساقطين اصلا في زمن الرسول في المدينه المنوره، لما الله سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. مش هيك؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء في المدينه المنوره. في ساقطين، في كل زمان. العبره في ايش؟ العبرة في السائد والمقتحم. والسائد في الجزيرة العربية الحق، أقصد قناعة الناس. بدهم يشوشوا ويفسدوا بين الشعوب وبأموالهم على فكرة بأصوات عالية، وكأنه في كثرة.
وكثير من الناس على فكره بيشوفوا لهم 1 2 3 10 20 100 200 بيقول لك هذا الشعب كذا الفلاني. اعوذ بالله. شعوب الامه العربيه على فكره الان في غالبيتها العظمى كلها تريد الحق، تريد الحق، حتى اللي في الخمارات يريدون الحق، بينتهزوا فرصه انه الامور تصلح، الامور تصلح. والفاسدين والمؤيدين لا طغاة قله، ولكن هذا ايش؟ هذا الاموال اللي بينفقوها مشان يظهروا. وعلى فكره كانوا متسلطين على الاعلام باموالهم، على الاعلام بالفضائيات والتلفزيونات والراديوهات الى اخره. لما صار في انترنت الان برضه والناس صارت حره والناس صارت تسمع بعضها، صاروا برضه يدخلوا بقذوراتهم في الانترنت. واليوم انا انصح هذا ما يسمى بالذباب الالكتروني اللي بتشوفوه في المواقع الجاده، بدخلوا كلهم بيتكلموا كلام سافل على فكره. انا بفضل دائما الناس الجاده تحذفهم. ليش؟ لانهم هذول اصلا كلهم هذول هم المستاجرين. تحذفهم ليش؟ حتى لا يظهر. كيف بتعرفوا انتم؟ كيف بتعرفوا انه تابع للطغاة؟ من سفالته. لما خلص هل السافل يجب ان يكون بين الناس؟ ما بصير. ليش ما الناس على فكره تحذفهم وين ما كانوا موجودين، حتى لا يتيحوا لهذول الناس اللي سيطروا على الاعلام باموالهم ودخلوا كل بيت، انه نسمح لهم ايضا حتى لما صار في للناس منفس في انترنت وغيره يصيروا كمان يشوشوا على الناس بقاذوراتهم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.